كيكة الزبادي الهشة من أفضل وأحلى الكيكات اللي ممكن نعملها لولادنا، وخاصة المدارس على الأبواب هتنفع جدا في لانش بوكس المدرسة، وكمان اقتصادية ب3 بيضات بس ولونها فاتح وجميل جدا وهشة. ده نتيجة اللي احنا هنعجنها بالزبادي. إن شاء الله تجربوا معايا الوصفة ديت وتعجبكم، بس يا ريت تدوسوا الاشتراك لو أول مرة تشوفوا القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. نسمي الله ونبدأ. أول حاجة أنا جبت طبق عميق عشان هبدأ أحط فيها المكونات السائلة. أول حاجة هحط 3 بيضات، والتلات بيضات دول انا مخرجاهم من التلاجة قبلها بنص ساعة، يعني بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش ان انا استخدمهم ساقعين. بعد كده حطيت ظرفين من الفانيليا اللي هي الحبيبات. لو هنستخدم الفانيليا السايلة يبقى هنحط 5 جرام، وهي تقريبا نفس المقدار اللي انا استخدمته منه الحبيبات. بعد كده هضيف السكر، ضفت كوبايتين من السكر، والكوبايتين كافيين جدا للمقدار اللي احنا هنعمله. بعد كده هنبتدي ان انا اخلط السكر مع الفانيليا والبيض وهضربهم كويس جدا. ينفع طبعا ان انا استخدم الخلاط او المضرب اليدوي، بس انا فضلت هنا استخدم المضرب الكهربائي علشان اختصر الوقت والمجهود. بس تخلي بالنا في كل الاحوال لو هنستخدم المضرب اليدوي او هنستخدم الخلاط لازم نضرب كويس جدا البيض مع السكر لحد ما لونهم يفتح والكميه تتضاعف، وتبقى كده لونها عامل زي الكريمه او زي المايونيز. وهو ده سر الكيكه الهشه اللي هتدينا نتيجه كويسه جدا ويكون قوامها حلو زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده تمام. هبتدي ان انا اضيف بقيه المكونات اللي هو المكون الاساسي في الكيكه النهارده الزبادي. استخدمت هنا كوبايه من الزبادي، هي نفس الكوبايه اللي هستخدم بقى فيها بقيه المقادير. قلبتها كويس جدا. بعد كده ابتديت ان انا اضيف الزيت، ويفضل طبعا ان احنا نستخدم زيت يكون لونه فاتح او يعني زيت، ما ينفعش زيت القلي نستخدمه هنا في الكيكات علشان هيدي طعم مختلف، فيفضل ان احنا نستخدم الزيت الخفيف اللي احنا بنستخدمه للسلطه. بعد كده هقلب المكونات مع بعضها بالمضرب العادي وهسيبهم على جنب، وبكده اكون خلصت المقادير السايله. نيجي بقى للمقادير الجافه. استخدمت هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، ويفضل برضو ان احنا هنستخدم نوع دقيق يكون كويس، ولازم ننخله كويس جدا. انا هنا نخلته على 3 مرات، يعني هننخل الدقيق على 3 مرات علشان يدينا نتيجه كويسه جدا ويخلي الكيك هش. ودي خطوه مهمه جدا، ما ينفعش ان انا استخدم كوبايتين من الدقيق واضيفهم كده على طول على المكونات السائلة. لازم اللي انا انخلهم الاول على مرتين على 3 مرات، ولما اجي اضيفهم على المكونات السائلة برضو احطهم على مرتين او 3، وابتدي اقلب. يعني هنزل كده حبة صغيرين من المقدار اللي عندي او نص المقدار، واقلبهم كويس لحد ما الدقيق يبتدي يختفي. بعد كده ابتدي انزل الحبة التانيين، ودول خطوة مهمة برضو جدا في عمل الكيك. ما ينفعش التسرع اللي انا يعني اطلع البيض كده من التلاجة واشتغل بيه على طول او احط الدقيق على طول. لا، لازم كده اللي احنا نصبر ونعمل خطوات بهدوء عشان تطلع معانا نتيجة كويسة. هحط هنا بقى اخر كمية عندي من الدقيق وهقلبهم كويس جدا بالمعلقة. المهم اللي احنا نخلي الدقيق يختلط بالمكونات كويس جدا، وما يكونش فيه اي رواسب او فيه اي تكتلات. انا هقلبهم كويس هنا بالمضرب العادي، وبعد كده هستخدم في الاخر خالص المضرب الكهربائي علشان اتاكد ان المكونات كلها اختلطت كويس جدا مع بعض. مهم كمان ان احنا بنقلب بالمضرب سواء اليدوي او الكهربي ان احنا نعمله في اتجاه واحد. يعني ما ينفعش ان احنا نقلب كده شمال ويمين بالمضرب، لازم نقلب في اتجاه واحد علشان الهواء ما يخرجش بره الكيكه وما نحصلش على كيكه هشه. وبكده انا اكون خلصت. اخر حاجه بقى هلمها كده بالسباتشولا او بالمعلقه علشان اضمن ان مفيش اي حاجه ما اختلطتش مع بعض. وبكده تكون خليط الكيكه جاهز معايا. هبتدي بعد كده اجهز القالب اللي هيدخل الفرن. هاخد القالب وهدهنه هنا بالزيت. خدت الفرشة كده فيها زيت وابتديت اللي انا ادهنها. ينفع طبعا اللي انا ادهنها بالزبدة او بالسمنة، اي مادة دهنية. المهم اللي احنا لازم ندهن القالب كويس جدا. وكمان هحط فيه هنا معلقة دقيق، وابتدي كده اعفر الدقيق او املي الدقيق من في القالب علشان اضمن ان انا ما اطلع الكيك تطلع معايا بسهولة جدا وما تلزقش معايا. طبعا هنا هيحفر بقى كده على الرخامة، فخدتها في الحوض او على صينية، وابتديت اللي انا اوزع الدقيق فيها بالشكل ده. بعد كده هاخد خليط الكيك وهبتدي اللي انا احطه في الصينية. طبعا حسب شكل الصينية اللي انتي هتحطيها فيها الكيك هياخد شكل الصينية. انا استخدمت هنا صينية مقاس 24، وهو دوت الحجم المناسب بالنسبة لحجم الكيكة.
وبعد ما احط هنا الكيكه كلها في القالب هبتدي ان انا اخبطها كده خبطتين قويتين كده على الرخامه علشان يطلع فيها اي هواء. وفي الوقت دوت هكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، وهاخد الكيك احطه على الرف اللي في النص. هتقعد معايا بالظبط ساعه الا ربع. وبعد اول نص ساعه وما ابتدي كده نشم ريحه الكيك نقدر ان احنا نختبر الكيك بان احنا ندخل كده معلقه سن معلقه رفيعه او سن سكينة رفيعة، الخلة بتاعة السنان، أي حاجة يعني ما تبوظش شكل الكيكة ونختبرها. لو طلعت معايا نضيفة وما فيهاش أي عجين يبقى كده الكيكة خلاص هتقعد من نص ساعة لساعة إلا ربع بالكتير، وهتطلع بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. طبعا التشققات اللي حوالين الكيكة دي ده دليل نجاح الكيكة، يعني الكيكة ما تكون فيها تشققات كده ده دليل انها ارتفعت ما شاء الله وناجحة. زي ما انتوا شفتوا قبل كده ان العجينة كانت لحد نص القالب ارتفعت وبقت بالشكل ده. قلبتها بقى على الناحية التانية وهبتدي اقطعها علشان اوريكم ازاي هي من جوه هشة وطرية، ولونها كمان يعني بيتكلم عن نفسه زي ما انتوا شايفين. بجد دي من افضل الكيكات اللي احنا ممكن نعملها. ان شاء الله تعملوها وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وهتنفعكم جدا في المدرسة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسونيش بقى في تعليق كده جميل زيكم، وتكتبوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وايه الوصفة اللي انتوا حابين ان انا اقدمها لكم ان شاء الله في الفترة الجاية عشان المدارس. واستنوني فيديو تاني ان شاء الله.